مساء الخير أستاذة مرام، مرحبا بك. السلام كيسول عليك الناس؟ عليكم، تحية للإخوان والأخوات اللي كاينين معنا. بما أننا نتكلموا في واحد الموضوع اللي بغيت نشرحه للناس، لأن كاينة تساؤلات حول ما يقع الآن، وحول التسريبات، وحول ذاك القرار ديال سيد قاضي التحقيق السيد الخياري اللي كيتقرا دابا في القنوات، يعني في المنصه الحمراء. ماشي ما بغيناش نخرجوا نقراوه او لا نشرحوه، لاننا حنا اصلا العائله اللي عندها الحق تقراه هي التي تستحوذ عليه، وهي اللي عندها الحق بانها تقرا هذا القرار. كنحلوا النقط اللي تسربوا، وهنا لانه كاينه مصادر قانونيه بخصوص التسريبات التي وقعت. غيكونوا مصادر قانونيه بالنسبه للتسريب، لان الحكم ليس بنهائي، هو عدم المتابعه والملف الاستئناف. بناء على الاستئناف الموجود الان في الغرفه الجنحيه، غادي يتم متابعه الافراد اللي قاموا بتسريب المعلومات وتسريب هذاك الحكم اللي ماشي نهائي، لاننا كنتكلموا على واحد القرار يخص اطراف اللي هما مطالبين بالحق المدني، ويخص السيد قاضي التحقيق، ويخص متهمين اذا كان هناك متهمين. حنا عندنا هنايا كاينين واحد الناس اللي هما شهود في هذا الملف، تسرب لهم هذا التقرير، فوجب توضيحه لماذا تم اخراجه ولماذا تم تسريبه، بناء على اننا نسمع ان الطرف الاخر ليس لهم دفاع وهناك اشياء عده تقال. كيف ما كنشوفوا بداو كيتهربوا بعض العناصر انهم ما بقاوش كيبغيو يقراوه، مي للاسف اتخذت مقاطع ديال اعترافات بعض الاشخاص انهم زودوا اشخاص اخرى بالتقرير، وهذه المقاطع الدفاع غيخدم عليها يوم الاثنين بشكايات مباشره، يعني المصالح المعنيه وتساؤلات كيفاش تسرب ذاك القرار، لانه خصو تكون اجابات، لانه بناء على القانون والمصادر القانونيه، وهذا الشيء مذكور ومعروف جدا، انه يعني حتى اذا تم نشر التعليل يجب ان يكون هناك واحد الملتمس للسيد قاضي التحقيق باش يتم نشر واحد صفحتين او 3 صفحات، يعني عبر جرائد، مني كتكون القضيه قضيه راي عام، ولكن مني كيكونوا شهود في الملف لا يمكنهم التحوز على هذا القرار. فبناء على ذلك ستتم متابعه. حنا ما تنهضروش على القنوات اللي وصلها مؤخرا او القنوات الاخرين، كنهضروا على الاشخاص الرسميه اللي سربات هذا القرار هذا، ومنين جرى هذا القرار هذا باش انها تسربوا. اذا الاحكام اصبحت تعطى في منصه الحمراء، وهذا غير قانوني بالنسبه لنا وبالنسبه يعني ضرب في القضاء بحد ذاته. حنا كنحاولوا نحلوا معاهم حتى حنا بزاف الاشياء اللي خرجوا بها. كاين عندنا استهزاء بشهاده الشهود. واحد الشاهد تعرض للاستهزاء في عده قنوات، اللي هو الشاهد اللي كيتكلموا عليه وكيقراو الشهاده ديالو، وهناك من اتهمه بالاختلال العقلي، هناك من اتهمه بانه شاهد زور، فكتكون مطالبه باثبات ما يروج ولماذا تم التصويب. وهذا حق مشروع. ما غاديش تخرج لا ابتسام العطور ولا العطور دابا، لان كيديروا المساطير القانونيه ديالهم، وهذا حق مشروع وعطاه لهم الدستور، وماداموا اصحاب حق. الملف في محكمه الاستئناف، ومرحله التقاضي لم تنتهي بعد، وتسربات معلومات اللي غيستعملها الدفاع في الفتره يعني اللي غادي فيها في الاستئناف. فهذه تساؤلات، وهذا بحد ذاته واحد الخطأ وقع فيه الطرف الثاني، وحنا كنحلوا معاهم ما ورد في ذلك القرار، لان كنشوفوهم كيقراو، ولكن تيقراو غير الاشياء اللي بغاوها، بحال انهم يتهجموا على رشيد العطور، ويتهجموا على ابتسام العطور على التراجع على الاقوال ديالها. ولكن حبذا لو انهم مني قراو يقراو لنا حتى التصريحات الاخرى اللي هي تصريحات الشهود، وبزاف ديال الاشياء اخرى اللي كنا تما، يعني ما تقراوش غير اللي بغيتو. هذا من واحد الناحيه. العائله ما غاديش تواجه معكم بعد الان في منصات التواصل الاجتماعي، عندهم دفاع ينوب عنهم،
وعندهم هذا الدفاع اللي غيبقى ينوب عليهم واللي غيتكلم على ما يقع في القضاء وما يقع في الملف. ما غيتكلمش على الترهات او غيخرج انه العائله تتعاطى مع اصحاب القنوات. اخطاء ارتكبت في الاول ما غاديش تتكرر. فبلا ما تبقاو طالبوا بالعائله، لان احنا شفنا الناس اللي طلعوا كنتسناوكم، والحمد لله بان يعني طلعتوا قريتوا هذا القرار. وهذا شنو رايك استاذه بالنسبه معلومات على الملف، وكاينين معلومات كانت كتقال شحال هذه في الملف حتى هي مقاطع ديالها تخفاو، لان بعض الاشياء اللي تقالت على الملف توجدت داخل الوثائق. نعم تقالت، يعني بلاتي باش نوضحوها استاذه، يعني اشياء تقالت على اليوتيوب من بعض القنوات اللي معروفه بالتدليس ديالها واللي متواطئه في هذه العمليه، ومن بعد غادي يسوفوها الناس في هذا الشيء اللي كيتقرا مؤخرا. دائما كنقول الا كان داك الشيء صحيح، لان ما عرفتش واش باقي ما شفتوش انا نطالع عليه. ياك هكذا استاذه؟ نعم. واليوم سمعت واحد المقطع، واحد السيده كتقول بان الشاهد غادي يدير معاه الخال الاجراءات، يعني تهديد الشاهد. هذا الشاهد اللي ما كتعرفوش هو ان هذا الشاهد راه باقا مرحله التقاضي ما تسالاتش. كيفاش غادي يديروا معاه الواجب؟ ما هو الواجب اللي غيقوموا به مع هذا الشاهد؟ لان هذا الشاهد لم يرتكب اي خرق. استاذه هذه كلها اساليب ديال الترهيب وديال الترغيب. حنا قطعنا مع جد بابها من شحال هذه ومع ديرها عليك، لان ملي كنشوف انا هذا الشيء هذا كنشوف بان هاد الناس مالهم بعد اصلا هاد الناس تقول لي الخال ولا الجد مالهم. هو السيد مقتول وبالنسبه لهم هما كسيده، وبالنسبه مالهم اش دخل شطاطهم في هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه؟ اشنو دخلهم الى الناس العائله ديال العطور بغات تقلب على حق ولدها نور الدين العطور؟ علاش غادي يتلاقاو مع الشهود وعلاش غادي يتصلوا مع الشهود وكاينين تسجيلات ديالهم اللي كيهددوهم وكيرغبوهم، استعملوا معاهم الترغيب والترهيب، وهذا الشيء غادي يتحط امام القضاء اللي غادي يقول فيه الكلمه ديالو. لو هاد الاشخاص يعني ما عندهمش شي مصلحه، علاش غادي يمشيو للشهود يبداو يهددوا فيهم ويبداو يرغبوا فيهم؟ انا السؤال اللي كنطرحه، الا ما عندهم حتى شي مصلحه مع الشهود اللي هما شافوا اشياء معينه وتكلموا عليها، علاش كيتصلوا بهم وكيهددوهم وكيرغبوهم وعاود كيرجعوا كيهدوهم؟ نفس العمليه اللي دار معايا الخال، رغب في الاول والبارح ولا كيسب. غنفاجئك. تفضلي استاذه تفضلي. انا السؤال اللي عندي هو ما دمتم متاكدين وكتقولوا انها حادثه، مالكم؟ شنو واقع؟ علاش هذا الهجوم؟ علاش هذا الهجوم على المطالبين بالحق المدني؟ علاش الهجوم على الدفاع اللي اتنعت بجميع النعوت السيئه وانه مزور؟ علاش الهجوم على الشاهد؟ وسمعت عليك انت يا استاذه، سمعت عليك انت، سمعت كيتحلفوا عليك انت يا غادي شدوكي. اكيد انا الرد لكل واحد كيتهجم عندي، وعلى كل متضرر اللجوء الى القضاء، لان القضاء منصف وكينصف، وكيف ما بقى عند العائله حق التقاضي فعندهم حق التقاضي. ملف العطور لن يقع له شيء لانه كاين عند القضاء، ولانه راه الناس كتطالب بالحق وما غاديش تجلس وما غاديش تسكت وما غتخافش بالشكايات وما غاديش تخاف. يعني انا كنقول بعدا نتوما بريئين، علاش كديروا شكايات لابتسام؟ ابتسام يوميا تتلقى شكايات بالجمله وكتردد على دائره الشكايات. خليو تسالي مرحله التقاضي وديك الساعه ديروا اللي بغيتوا. علاش؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا؟ باش انكم تقلوا الملف بانه فيه خلافات وبانه فيه نزاعات، وذكرتوهم في هذا الشيء اللي تتقراو وكنسمعوا. يعني نتوما كتقراو وحنا كنسمعوا. رشيد العطور لم يتراجع. رشيد العطور الشهود من المواجهة تراجعت عن أقوالها، وهناك شهود اللي منهم شاهد عنده تسجيل اللي هو تيقول فيه أشياء، ومني كيجي عند سيد قاضي التحقيق يتراجع عن شهادته وكيقول أنه كان تحت تأثير الكحول وكان في حالة متقدمة من السكر. شهود
والآخرين اللي كانوا في 2021 واللي تعاود الاستماع إليهم في 2024 كذلك في يوم الحادث. المفروض الفرضي اللي كيقولوا كانوا تحت تأثير الكحول لدرجة أصبحنا نشم رائحة الكحول. كل شيء راه انا البارحه استاذه اللي سمحتي لي غير من باب حتى البارحه انا الخال قال لي واش سكرتي، يعني راه اي حاجه فيها الكحول. وللتوضيح ان الانسان اللي كيكون شارب سكران ذاك الوقت اللي كيقول الحقيقه يمكن يتراجع من بعد ملي يصحى، اما ملي يكون سكران كيقول داكشي اللي في بالو ما كيخبيش. هادشي راه معروف. مرحبا تفضلي كملي، راه اسمحي لي قطعتك. السيد قاضي التحقيق دار المجهود ديالو، دار الانتدابات ديالو، دار البحث ديالو، لا احد له تعقيب على عمل السيد قاضي التحقيق لان المجهود ديالو واضح جدا من عده اشياء. ولكن كاينين اشياء غير واضحه تقراو علينا سمعناهم من اطراف كنحاولوا اننا نوصلوا ليهم يتوضحوا اكثر. كاينين مساطر اخرى غيسلك هذا الدفاع ما غاديش تقال في الراي العام، ما غاديش يتصرح بها في الراي العام لان داكشي تيخص العائله والدفاع ديالهم. انا من النوع اللي كنقول حتى واحد ما من حقه يطالع من راسي وجبد حتى يوصل الملف لبر الامان، لان الملف الاول ترتكبت اخطاء ديال عدم التقنين وهذا ما اوصل الملف الى هذه المتاهه هذه. تولينا كنشوفوا اشياء اللي طالعت عليهم يعني الجهات المكلفه كانت كتسرب قبل. نعم وهذا راه القانون. هادشي شفناه للاسف الشديد، شفنا بعض الاشياء اللي تقالت. سمعنا الناس واحد السؤال استاذه اللي ربما اكيد انت سمعتيه، اللي كنا كنسمع بعض الناس اللي كانوا كيقولوا الملف خاوي. شنو كيفاش غادي يديروا باش غادي يعرفوا الملف واش خاوي ولا عامر وهما ماشي اطراف هذاك الملف؟ هم كانوا كيقولوا انا اللي واحد التساؤل عندي للراي العام. نهار كانوا كيطلعوا في القناه المعلومه وكانوا كيقولوا انهم لم يتم استدعائهم من عند السيد قاضي التحقيق وعمره استمع ليهم، وكانت تردات عده مرات من الابن ولا من الناس اللي كانت كتطلع. ما رايكم انكم كتسمعوا ان تم الاستماع ليه اكثر من 6 المرات، والاستماع للابنه الصغرى والاستماع للام والاستماع للشهود؟ هما كانوا كيقولوا انه لم يستمع اليهم السيد قاضي التحقيق بتاتا، وهادشي كنا كنسمعوه كيتردد، ولكن كيطلعوا بالمعطيات اللي كاينه في الملف. راه هادشي هذه مهزله اننا نشوفوا معطيات كاينه في الملف كتطلع للراي العام. هاد الناس كانت كتنكر انها كانت كيتم الاستدعاء ديالها او انها كان كيستمع لها السيد قاضي التحقيق، ولكن المعلومات اللي كانوا كيروجوا بها كاينه في الملف وتم الاستدعاء اليهم جميعا. وعاود لي السؤال ديالك اسير بكري. لا غير قلت لك الناس اللي كانوا كيتكلموا على الملف وكيقولوا راه خاوي. انا السؤال اللي كنطرح على الجمهور وكنطرح عليك حتى انت يمكن توضحيه، كيفاش كتعرف واحد الملف اشنو فيه وانت لست فيه طرف، يعني ما عندكش الحق ديال الاطلاع؟ هذا هو سؤال. ملف خاوي، ملف خاوي من ماذا؟ نقطاش سمعنا هاد الهضره بلاتي، نقطاش سمعنا ملف خاوي، نقطاش سمعنا هاد الهضره؟ سمعناها من اليوم اللي خرجت واحد القناه وقالت بان الملف خاوي، ومن بعد بدينا كنشوفوا عده وجوه تتغير وعده تنقلب، ولقينا ناس ولات كتبدل المبدا وكتمشي مع واحد الجهه حيت سمعات من واحد الجهه انه خاوي. واش هاد الجهات اللي سمعتوا ليهم يعني قويه لهذا الدرجه انها طالعات على الملف وانها عارفه اشنو كيتقال في الشهادات واشنو كيتقال؟ والملف للاشاره استاذه، للاشاره استاذه، الملف عند القضاء عند المحكمه. فإلا وصلنا لهذا المستوى ديال ان الملفات ديال الناس كيمشيو يطلعوا عليهم ناس اخرين حيت ما عندهمش، غنقول لكم بان ما عندناش العداله. الا كان الامر هكذا فغادي نقول ما عندناش العداله. لا يعقل ان يكون واحد الملف يعني عند في يد عند المحكمه وغيمشيو اشخاص اطراف لا علاقه لهم بداك الملف وغادي يحلوه وغيطلعوا عليه وغيخرجوا الاخبار ديالو وغادي يمشيو يسربوها وغيبداو يعني كاينش هادشي في حتى شي دوله. كاش تكلم على العداله وتكلم على نهضر عليه. وغنهضر على واحد الحاجه كنقول دوك الناس اللي كتقرا هذاك القرار قراو حتى اللي جاو بهم الاطراف الاخرى. علاش ما كتقراوش الاشياء اللي جات بهم الاطراف الاخرى وكتقراو فقط الاشياء اللي جات بهم
ابتسام العطور ورشيد العطور. النوايا استاذه ما محتاجيش تطرحوا هذا السؤال، لان النوايا باينه حتى قبل يعني ظهور هذا الشيء اللي كيقراو دابا. دائما كنقولوا الصحيح. انا كنشوف واحد المساله اللي ثارت يعني ثارت ما عرفت انا سمعتها، ما عرفت باقي ما رجعتش ليها، وغادي نشوف واش بصح كاينه ولا لا. بعض الاشياء اللي سمعتها ما نكذبش عليك، انا ماشي كنتكلم على الا كان قرار ولا ماشي قرار، لا، على المضمون ديال اشنو كيتقال من احد الشهود. وسمعت ديك الهضره وكنتسائل انا، خليوني تنطلع على هذا الشيء هذا ونتاكد منه، نتاكد واش صحيح بعدا قبل عاد نتكلموا عليه. تفضلي استاذه تمي الا كانت شي اضافات اخرى فيما يتعلق بهذا الموضوع هذا. اذا غير باش نوضحوا الراي العام على ان هذا الدوسي او القرار كتاخذوا العائله، وراه داك الشيء مكتوب لتحت الطرف، يعني صوروه وصيفطوه ليا بالصوره بالتليفون، انه يعني كتعطى الاخبار يعني الوكيل العام واخبار الطرف المدني والدفاع، ونسخه كيحافظوا عليها في كتابه الضبط للرجوع اليها عند الحاجه. ياك هكذا ما كاينش شي طرف اخر اللي ممكن يطلع. تفضلي. الرجوع اليها عند الحاجه ملي كيعاود يتناقش الملف، ونسخه كتعطى الدفاع المطالبين بالحق المدني، ولا كان متهمين كتعطاهم نسخه اخرى، لان كاينين 3 ديال النسخ اللي كتخاد في المحاكم هذه معروفه. ومني كيبغيو تكون هذه الحاله ديال مثلا ان واحد القرار يتم التعليل ديالو النشر ديالو، كيكون واحد الملتمس كيقوموا به اشخاص اللي كتكون يعني يا اما اطراف الملف او فكدير التماس للسيد قاضي التحقيق بنشر صفحتين او صفحه من هذا القرار على جرائد رسميه. وهذا الشيء يعني كاين وكيكفلوا القانون، ولكن كتكون فيه اجراءات قانونيه. هنا كنشوفوا انه بعد خروج القرار ب3 ايام ولا كيتنشر في الواتساب وكيدور من قناه لقناه. لا، حتى في الواتساب ماشي غير القنوات، باش نوضحوا، لان الواتساب يعني واحد يقدر يصيفطوا لواحد وهي غادي يدور المغرب كامل في نص النهار، ولا كيدور في المغرب كامل ولا كلشي في الخارج ماشي في المغرب، لان وصل لهنايا دونك زعما وصل للخارج عبر الواتساب. اسماء رجال الامن اللي كاينين تم، اسماء الدركيين اللي كاينين تم، اسماء الناس اللي كتشتغل في جميع الاقوال ديالهم. نعم، الاقوال ديالهم، المعلومات الشخصيه ديالهم. قانوني ان يكون تشهير باسماء الناس اللي كاينه في الملف.